السلام عليكم خياتي العزاز، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تلقاكم الفيديو تاعي بخير وعلى خير. اليوم راح نحكي لكم عن تجربه شخصيه كيما عشت الولاده الطبيعيه بالالم الصناعي بعد ما كان عندي قبل قيصري. هذا الشيء نتوما بزاف دوموندوتوه مني، بزاف قالوا لي كيفاش، ومازال بزاف ما فاهمينش يقولوا لي بلي هذا الشيء دونجي كيفاش حتى درتيه. المهم خياتي العزاز، لا تشوف الفيديو تاعي ما بها تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يلحقها كامل الجديد تاعي. اليوم راح نشرح لكم كامل كيفاش صرات لي خطوه بخطوه هكا باش يخلص الجدل وكامل كامل كامل تعرفوا كيفاش يعني مريت بهذه التجربه. كلش خواتي العزاز لازم تعرفوا باللي احسن ولاده هي ولاده طبيعيه، سورتو كي تكون بالالم العادي، يعني الالم عند ربي سبحانه، هذيك اسهل ولاده واحسن ولاده تقدر تمر على المراه. لكن تكون تدخلات كي يكون البيبي زعما ناقص في الماء ولا كاين بروبليم في البيبي ولازم يزيد يديروك الالم الاصطناعي. هذاك الالم الاصطناعي يقدر ينجح يقدر ما ينجحش، باسكو يقدر البيبي ما يقدرلوش، ما يقدرش قلبوا ليه، فهمتوني، يحبسوه لك ويدوك قيصريه. لكن انا كانت عندي مقبل قيصريه باسكو البيبي كان ثاني مقبل السياج، يعني كان ما كانش متاخذ الوضعيه الصحيحه، كان راسه للفوق، والحق وقت الولاده عمل على هذيك، وكان الكوردون ثاني داير على هذيك، لجأت للعمليه القيصريه. المهم خياتي العزاز، من بعد 4 سنوات قدر الله ما شاء فعل، قالت لي الطبيبه يا نجوزوك بالسانتو وتجربي الولاده الطبيعيه باسكو انتي راكي حابه ولاده طبيعيه، ولا ما نجحلكش الالم الاصطناعي راح تطلعي قيصري. وهذا الشيء اللي خلاني ندخل في دوامه كبيره من الخوف. شوفوا، من جهه نقول نجرب، من جهه نقول ما نجربش، كان حاكمني الخوف. ما كنتش عبالي وش يصرى بالضبط، كيفاش راح نتمرمد كامل مع السطر هذاك من بعد نروح يعني قيصري. هذا الشيء اللي كان مخوفني، كنت خايفه الرحم تاعي يطرطق، كنت خايفه باسكو عندها بزاف مضاعفات انك ديري السانتو بعد العمليه القيصريه. المهم هذاك النهار الحد قالت لي طبيبه عاودي ولي لعندي نشوفك نبعتك سيزاريان ولا ديري سانتو، انتي واش قررتي؟ يعني هذه حريه شخصيه لك، قرري. وقالت لي انا ماذا بيا ديري سانتو باسكو اني حابه نعطيك فرصه للطبيعي مادام كي حابه طبيعي، باسكو انا كنت حابه يجيني الالم الطبيعي، لكن كان عندي نقص شويه في نقص في الماء تاع الجنين، كان لازم نتخذ القرار تاعي يا نجوز طبيعي يا نجوز سيزاريان ولا طبيعي بالألم الاصطناعي. المهم أنا زدت يومين ل3 أيام باش يجي نهار الحد. المهم 3 أيام باش يجي نهار الحد الصباح 4 تاع الصباح حسيت بديت نحس بشويه تاع الوجع وطاح عليا لو بوشون. تما سنيت حتى 8 نط صباح عادي، دوشت درت شويه، كنت ما كليتش باسكو كنت دايره في بالي بالك نروح سيزاريان، كنت ما كليتش، اكيد كنت كليت مقبل، كليت حاجه خفيفه، كليت لي فروي، هذا واش كليت مقبل، يعني 6 سوايع لازم تكونيش كايله قبل ما ديري سيزاريان. انا كي رحت للطبيبه جست لعندها، كانت هي مازال، وانا بعد ما جت انا سنيت، قلت معليش نستنى شويه. قالت لي راح تجي عجويه 9:30 10، ما حبيتش نكمل حتى ل10. 8:30 ديماريت ديريكتومون لا كلينيك، وعيط لها الطبيبه، قلت لها عيطي لهم، اكيد لازم الطبيبه تاعك تعيط لهم باسكو ديجا راكي حاطه الدوسي توصي عليك، راكي حاطه الدوسي في 8 شهور، واللي سبيطار صديبو كيفاش تتعامل. المهم بعد ما رحت للكلينيك، الطاقم الطبي كان ما شاء الله معايا، طمني، قال لي داروا لي يعني مع الاول سباسفون، يعني الالم تاعي يزيد برك شويه، قالوا لي ريحي ما تمشي ما والو. قعدت من 8 حتى ل6 تاع العشيه وانايا بالسانتو، يعني مع الاول ما داروهوليش، داروهولي خفيف، من بعد زادوا لي الالم، وثم كي زادوا لي الالم انا ثم حسيت باللي الرحم تاعي خلاص حيطرطق، الالم رهيب. انا كنت جربت في الولاده الاولى كامل تاعي في وليدي، كنت درت الالم الاصطناعي بصح ما كانش هذاك هو الوجع، صح وجع بزاف، مي هاد الوجع وحده كان زاد لي الخوف، كنت خايفه تموت البيبيه، انا كش ما يصرالي الرحم تاعي كش ما يصرى، كان عندي بزاف خوف، زيد هذاك الوجع. تما طاقم طبي لقيته يعني واقف معايا بزاف، يصبروا فيا، يقولوا لي جربي تقدري، رانا نشوفوك باللي راكي قادره تزيدي طبيعي، ما تخسريش روحك باش المرات الجايين اكيد لازم باش نزيد طبيعي.
على بالكم هذيك فترة كانت أصعب فترة بالنسبة لي. شوفوا تمرغت في الأرض، نط عبالكم واحد الألم عجيب غريب. بصح بعد هذاك الألم وشوفوا اللي ما تروحش بخوف، باسكو حنا مخوفين انه بعد القيصري السنتو كابابل ما تنجحش ومنا هذاك الخوف هو اللي زاد ليه، هو اللي كسرني تاع الصح. لو كان كنت على بالي بلي عادي وكنت سمعت بلي عادي وين تحوسي وين تسقسي يقولك دونجي ممنوع اصلا ديري الألم الاصطناعي وانتي عندك مقبل قيصرية، لا ما ديريش. وين تسقسي وين تحوسي في جوجل، تحوسي وين تحوسي يقولوا لك باللي ممنوع. هذاك الشيء اللي كان زاد لي على النفسيه تاعي، يعني حطمها لي ما نكذبش عليكم. من بعد اكيد بعد ما لحقت، بعد لحقت 5 دوا، هي نورمالمون لحق 4 دوا عادي يديروا لي ابره لاغاشي ولا يديروها لي باش يحبس لي الألم ونولد ولادة بدون ألم. يعني كي يجي خارج البيبي يخرج بدون ألم. أنا كنت لحقت 5 دوا باسكو كانوا بزاف لي يولدوا، وباش حبطت واحدة ولدت باش طلعت أنا كنت لحقت 5 دوا قبل غير 6 دوا باش داروها لي. يعني تألمت ألم مانيش نخوف فيه الأمهات الجدد ولا، بصح كي تروحي عارفي باللي راه كاين ألم، سورتو لي تروح بعد الولادة القيصرية. بصح نقول لك اختي العزيزة ما تخافيش برك، هذا ما كان اللي عندها قيصريه وراح دير سنتو باش تولد طبيعي نقول لك هذا ما تخافيش. انا الخوف اللي كان زايد لي، راني نحكي لكم تجربتي بصدق ومصداقيه، الخوف فقط اللي كان زايد لي. عبالكم الخوف يزيد نص الالم هذاك. المهم طلعوني الطبله، داروا ابره بدون الم باش نزيد بلا وجع. على بالكم رحمة ربي كما يقول لك، رحمة ربي يعني ننصح بها أي وحدة تروح تزيد، نقول لك حبيبتي ديريها. راح تحسي براحة كبيرة، تشوفي البيبي تاعك كيفاش يخرج، ما تحسيش كاع بالألم كيفاش يخرج البيبي تاعك. راح يعني حاجة بزاف مليحة. تم خرجوا لي البيبي عادي، كان عندي شق عيجان صغير باسكو انا كي رحت ندفع يعني البيبي تاعي خرج بسهوله. بصح طريقه الدفع تاعي كاين طريقه كاين طريقه اللي تساعدك باش ما يتقطعش العيجان تاعك، انك تدفعي في نفس الوقت راك تخرجي الهواء من فمك ولا منيفك. انا هذا الشيء ما درتوش، كنت مركزه على كيفاش البيبي كان يخرج، يعني خرج بالحمد لله. بعد ما ولدت على بالكم فرحت لاني ما لجأتش للقيصريه. انا علما اني كنت اقول لهم خلاص دوني قيصري كي كان هكاك الالم، بصح الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. نصيحتي لكل وحده جربي مادام عندك فرصه انك جربي انك تولدي طبيعي، باسكو الم طبيعي يكون مقبل والم القيصري يقعد لك حياتك كامل. نصيحة أختي العزيزة دائما جربي لا عندك فرصة. الإبرة تاع الألم بزاف مليحة، راح تعاونك، راح تنسي كاع ذاك الألم اللي جستي عليه وانتي تولدي وليدك. المهم مبروك على كل وحدة وربي يرزق كل محروم. حبيباتي إذا عجبكم الفيديو تاعي والنوع هذا من فيديوهات النصائح للمرأة الحامل والمرأة النافس، ماذا بكم حياتي الأعزاز تشتركوا معي في القناة، تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كامل الجديد تاعي. مليا غير نقول لكم بقوا على خير.